لغز في عروس البحر الأبيض المتوسط. من هي عزيزة؟ الإسكندرية مدينة تعرف بتاريخها الغني وثقافتها النابضة بالحياة، تحمل العديد من الأسرار بين شوارعها القديمة وأسواقها الصاخبة. لكن من بين هذه الأسرار يبرز اسم واحد يكتنفه الغموض والخوف: عزيزة. في قلب الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط تروى حكايات غريبة، حكايات انتقلت عبر الأجيال وتزداد رعباً مع كل رواية. هذه القصص ليست مجرد فولكلور، إنها منسوجة في نسيج المدينة، مما يخلق جواً من الغموض والتشويق. حكايات تزرع الخوف في القلوب وتجبرنا على التساؤل: هل الشر إنسان أم جن؟ الخط الفاصل بين الواقع وما وراء الطبيعة غير واضح في هذه القصص، مما يجعلنا نتساءل عن الطبيعة الحقيقية للأهوال التي تطارد الإسكندرية. من بين هذه الحكايات تبرز قصة واحد في رعبها، قصة تركت بصمة لا تمحى في الذاكرة الجماعية للمدينة. من بين هذه الحكايات تبرز قصة واحدة في رعبها، قصة رويت وأعيد روايتها في كل مرة بتفاصيل أكثر وخوف أكبر. إنها قصة مرتبطة باسم امرأة عادية أصبحت رمزاً للرعب والخداع: عزيزة. فمن هي عزيزة؟ ما هي قصتها التي أسرت وأرعبت أهل الإسكندرية لعقود؟ لم تكن عزيزة امرأة عادية، لقد كانت شخصاً من خلال سلسلة من الأحداث الغامضة والمرعبة أصبحت أسطورة. يذكر اسمها في همس وتروى قصتها بمزيج من الخوف والافتتان. يقول البعض إنها كانت ضحية للظروف، بينما يعتقد البعض الآخر أنها كانت تجسيداً للشر نفسه. قصتها هي قصة مأساة وخيانة وظلام، يبدو وكأنه من عالم آخر. وما هي قصتها المرعبة التي هزت ضمير المصريين في الثمانينيات؟ إنها قصة تبدأ في الأزقة الضيقة والأسواق الصاخبة في الإسكندرية، حيث عاشت عزيزة حياة عادية حتى اليوم الذي تغير فيه كل شيء. كانت الأحداث التي تلت ذلك صادمة للغاية وغير قابلة للتفسير، لدرجة أنها تركت المدينة بأكملها في حالة من الخوف والارتباك. بينما نتعمق في قصتها سنكتشف الحقيقة وراء أسطورة عزيزة، وهي حقيقة مرعبة بقدر ما هي رائعة. ظلال فوق الإسكندرية، عقد من الخوف. في الثمانينيات خيم شبح الخوف على مدينة الإسكندرية. انتشرت قصص اختفاء الأطفال بشكل غامض، وتعلقت الألسنة بحكايات مرعبة عن امرأة تدعى عزيزة. عزيزة كما زعمت الشائعات كانت ساحرة تتعامل مع الجن، مستخدمة قواها الشيطانية لإغراء الأطفال والتضحية بهم في طقوس غريبة. طفولة مرة، جراح تنبت الشر. ولدت عزيزة في عائلة فقيرة في حي متواضع من الطبقة العاملة. عانت في طفولتها من قسوة الحياة ومر الفقر. كانت شوارع أحياء الإسكندرية الفقيرة الضيقة والمتعرجة هي ملعبها، لكنها كانت أيضاً تذكيراً دائماً بمعاناة عائلتها. كان والدها يعمل لساعات طويلة في مصنع، بالكاد يجني ما يكفي من المال ليوفر الطعام على المائدة، بينما كانت والدتها تعمل في وظائف غريبة لتغطية نفقاتها. اتسمت طفولة عزيزة بنقص الضروريات الأساسية، وكثيراً ما كانت تنام جائعة. مع تقدمها في السن أصبح ثقل الأعباء المالية لعائلتها أكثر وضوحاً. تزوجت في سن مبكرة من رجل أساء معاملتها، مما زاد من مشقة حياتها واضطهادها. كان زوجها، وهو رجل أكبر منها بكثير، ينظر إليها على أنها مجرد خادمة. كان قاسياً وغير لطيف، وغالباً ما كان يفرغ إحباطاته عليها. لم تنجب عزيزة أطفالاً، لذلك تعرضت للإذلال والاحتقار من زوجها وعائلته. في نظرهم كانت عدم قدرتها على الإنجاب فشلاً شخصياً وصمة عار لا يمكنها أبداً محوها. مرت السنوات وسحقت روح عزيزة ببطء تحت وطأة ظروفها. أصبحت شبحاً لنفسها السابقة، ودفنت أحلامها وتطلعاتها تحت طبقات من الألم والمعاناة. أثر الإساءة والإهمال المستمران على صحتها العقلية والجسدية، مما جعلها تشعر بالعزلة واليأس. وجدت العزاء في لحظات اللطف الصغيرة من الجيران والأصدقاء، لكن هذه كانت قليلة ومتباعدة.
قصة عزيزة هي واحدة من بين العديد من القصص في أحياء الإسكندرية الفقيرة، تعكس تجاربها الحقائق القاسية التي تواجهها أعداد لا حصر لها من النساء المحاصرات في دورات الفقر وسوء المعاملة. على الرغم من الشدائد، فإن مرونة عزيزة وقوتها تتألق. رحلتها هي شهادة على قدرة الروح البشرية على التحمل والبقاء حتى في مواجهة الصعاب الشديدة. ربما تكون جراح ماضيها قد ولدت المرارة والغضب، لكنها صاغت أيضاً بئراً عميقاً من القوة الداخلية التي ستساعدها يوماً ما على التغلب على ظروفها. همسات إبليس، صفقة مع الظلام. تقول القصص إن عزيزة في لحظة من اليأس والإحباط لجأت إلى طريق مظلم للانتقام ممن ظلموها. قابلت شخصاً غامضاً وعد لتحقيق أحلامها مقابل خدمة صغيرة. لم تدرك عزيزة حينها أنها كانت تجري صفقة مع الشيطان نفسه. فخ الوهم، خطة شيطانية. بدأت عزيزة في تنفيذ تعليمات مرشدها الجديد. زعمت أنها حامل بقوى خارقة للطبيعة وأنها تستطيع شفاء المرضى. استغلت سذاجة وجهل الناس وخدعتهم بقدرات خارقة للطبيعة كانت بعيدة كل البعد عن الواقع. صرخة في الليل، انكشاف المستور. لم يدم خداع عزيزة طويلا. في إحدى الليالي المظلمة اختفى طفل صغير من أمام منزله. عثر على أدلة تشير إلى تورط عزيزة في اختفائه. قبض عليها وانكشفت طبيعتها الحقيقية للجميع. أصداء الماضي، دروس من زمن غابر. لا تزال قصة عزيزة تثير العديد من التساؤلات حول طبيعة الشر البشري. هل كانت عزيزة ضحية لظروفها القاسية أم كانت مجرمة خطيرة يمتلك الشر قلبها؟ يبقى الجواب مجهولاً، لكن قصتها تذكرنا بأهمية التمسك بالقيم الأخلاقية وخطر مطاردة الأوهام. عاشت عزيزة في وقت كانت فيه الإسكندرية مدينة صاخبة مليئة بالحياة والطاقة. كانت الشوارع مزدحمة دائما بالناس، ولكل منهم قصصه ونضالاته. لم تكن حياة عزيزة مختلفة. واجهت العديد من التحديات، من الفقر إلى التوقعات المجتمعية، ومع ذلك فقد تمكنت من تجاوز هذه العقبات بشعور من المرونة كان مثيراً للإعجاب ومأساوياً على حد سواء. قصتها هي انعكاس لتعقيدات الطبيعة البشرية. من ناحية كانت امرأة اضطرت إلى اتخاذ خيارات صعبة من أجل البقاء. من ناحية أخرى كانت بعض أفعالها ضارة بشكل لا يمكن إنكاره لمن حولها. هذه الازدواجية تجعل قصتها أكثر إقناعاً وإثارة للتفكير. بينما نتعمق في حياة عزيزة، نرى امرأة كانت دائماً على خلاف مع بيئتها. أجبرتها الحقائق القاسية لعالمها على اتخاذ قرارات ستطاردها لبقية حياتها. هل كانت مجرد نتاج لظروفها أم كان لديها جانب مظلم كان ينتظر الظهور؟ يبقى هذا السؤال قائماً، مما يجعلنا نتأمل في الطبيعة الحقيقية لشخصيتها. الدروس المستفادة من قصة عزيزة خالدة: إنها تذكرنا بأن الحياة مليئة بالخيارات الصعبة وأن لأفعالنا عواقب، كما أنها تسلط الضوء على أهمية التعاطف والتفهم. من خلال النظر إلى حياة عزيزة يمكننا أن نتعلم أن نكون أكثر تعاطفاً مع الآخرين وأن نكون أكثر وعياً بالصراعات التي قد يواجهونها. في النهاية، قصة عزيزة هي حكاية تحذيرية. إنها تحذرنا من مخاطر فقدان بوصلتنا الأخلاقية ومخاطر مطاردة الأوهام. تعد حياتها بمثابة تذكير بأنه يجب علينا دائماً السعي لفعل الصواب، حتى عندما يكون